السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل سحور عظمة. سحور هنعمل فيه البيض بطريقة سهلة وطريقة مختلفة عشان ما نزهقش منها. تعال ندخل الفيديو ونشوف هنعمل ايه. جبت رغيف بلدي عادي، دهنت الصينية اللي انا هعمل فيها، وجبت بيضتين زي ما هما، ملح وفلفل واي توابل انت عايزاها. انا حطيت عليها المرق الفوري بتديها طعم حلو. عايزة اي توابل، توابل فراخ، توابل لحمة، اي حاجة حطي عليها اللي انت عايزاه. حطيت عليها برضو شرايح الطماطم وشرايح الجبن، اي نوع جبن برضو انت عايزاه. حطيت انا الرومي والموردزيلا مع بعض، وحطيتهم كده في الصينية، وهنحمرهم لغاية على نار هادية لغاية ما يستوي عشان نتأكد ان البيض استوى، ولغاية ما نوصل الرغيف بالطريقة دي. طريقة سهلة وجميلة جدا عن البيض المسلوق وعن البيض المقلي. هيحبوه الاولاد جدا. زي ما احنا شايفين الجبنة سايحة معاها والبيض استوى. تعال نعمل كمان طريقة تاني سهلة للبيض، وهنقدم كله ده مع بعض. لو عازمة حد على السحور زي ما قدمت لك سحور قبل كده للضيوف، او تدلعي اولادك، قدمي السحور زي ما انا بقدمهولك. دهنت الصينية وحطيت بيضتين، هنضربهم بالشوكة كده، وحطيتهم في الصينية على طول، وحطيت عليهم رغيف شامي، او عايزة رغيف بلدي براحتك. انا عملت الرغيف الشامي تورتيتا برضو براحتك. حطيته بالطريقة دي، وهحط مجموعة من الجبن والطماطم، وهحط الرومي مدخن. عايزة تحطي لانشو، عايزة تحطي بواقي سجق عندك، بواقي فراخ، اي نوع لحوم انت عايزاها. عايزة بجبن بس برضه هيبقى جميل جدا. وهنديله التحميصة الحلوة من الناحيتين. وكده قدمنا البيض بطريقة برضه سهلة وبسيطة وجميل جدا. زي ما احنا شايفين البيض استوى، وبرضو الرومي المدخن، وكله دخل حلو كده مع بعض. كله تدخل الطعم مع بعضيه حلو جدا. كمان هنعمل طبق الفول. لابد من طبق الفول هحطه. حطيت برضو معلقة سمنة على زيت، وحطيت فصين توم، بفصين توم بساط، وحطيت طماطم، وقلبتها. وسخنا الفول بالطريقة العادية جدا، وقدمناه في البولات بالطريقة دي. وكمان كنت مقدمة الجبنة القريش مع الطماطم مع الخس. وكمان عندي بيض مسلوق، لان اللي عايز برضو من نوع من البيض ده او البيض المسلوق قدمته بطريقة حلوة. ويلا جربي اي طريقة من الطرق البيض اللي انا قدمتها لك وطريقة السحور، ويا رب تجربيها وتعجبك. اوعي تنسيني في اللايك والشير.